ليس واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خيرا. وأنا خريج جامعة الأزهر وأفتخر بالأزهر. حقيقة بلد محب. أقربونا ونحن طلاب في مصر. وكان نقول بالتنمية. جزاكم الله خيرا. نرحب سادة العلماء ونقول لكم السنغال بلدكم، أنتم رب البيت ونحن ضيوفنا، ولكن لا يمنعنا ذلك أن نقول الحق، لأن الإنسان إذا أحببته تقول له الحق. بحبنا بالمصر واعتزازنا بمصر وشعبه نحن جميع منفعلون. أحداث ربيعة العدوية، وأنا كنت أتكلم مع واحد مسيحي كان لي عرفان وكان وزيرا، لا أفهم كيف مسلم يحرج المسلمين في مسجد ثم يرمون في الزبالة. واحد مسيحي يسأل الأبحاث. ثانيا، كم آلاف أو كم مئات فتيات أزهريات مغتصبات ولم نسمع كلمة من الأزهر. مئات من فتيات أزهريات مغتصبات بتقارير حقوقية. آخر التقرير وصل هيومن رايتس الأمريكية تقريبا من أسبوعين أو ثلاثة. كذلك كم شباب طلاب أزهريين في الجامعات كلهم في السجون. نحن في السنغال قتل هنا طالب واحد اسمه بصير فاي. من 3 أسابيع الشعب السنغالي كله وقف ضد الرئيس، لابد أن يتخذ القرارات الصارمة حتى نعرف الفاعل ويعاقب. وهو طالب الواحد. كيف مئات طلاب من الأزهر وهؤلاء حفظت القرآن ثم لم تكن أزهر لدفاع عن أبنائه؟ ثانيا، هل يا أزهر ما معنى يوم الانقلاب أن يجلس الأزهر بديوان القائد الانقلاب بمباركة الانقلاب؟ ما كان يجي. ثانيا، أنا أقول أن هذه المحاضرة خطر على أمن القومي السنغالي، لأن السنغال بالذات هي الدولة الوحيدة في هذه أفريقيا التي لم يحدث فيها انقلاب. إذا يجب أن نحافظ على هذا الاستقرار والتعددية ولا نوجد ثقافة الانقلاب أو تبرير الانقلاب. شكرا.